السلام عليكم. في الحلقة الأولى اللي دوينا فيها على الأصول والخصوم خرجنا بخلاصة أن الإنسان في طريقه إلى الغنى خاصو يكثر من الأصول على حساب الخصوم. ففي هذه الحصة بإذن الله غندوي على كيفاش تحمي هذه الأصول عن طريق موضوع حلقة اليوم، الحلقة الرابعة من سلسلة مفاهيم مالية، التأمين. فأشنو هو التأمين؟ كيفاش بان تاريخيا؟ شنو هما أنواع التأمين؟ شنو هو الدور ديال شركات التأمين؟ وكيفاش كدير هاد شركات الفلوس؟ وشكون كيراقبها؟ شحال هذه قبل ما تبان شركة التأمين اللي كاينة دابا، واللي بالمناسبة شركة التأمين البحري لويدز اوف لندن اللي تأسست سنة 1686 هي أول نموذج موثق ديال شركات التأمين الحديثة، وكذلك شركة أميكابل سوسايتي اللي تأسست سنة 1706 كأول شركة تأمين على الحياة. كان ما يسمى بالتأمين التعاوني، اللي من خلاله كانت القبائل القديمة كتعتمد بالأساس على التعاون بين الناس ديال القبيلة. اللي كنقول تعاوني يعني الهدف كيكون غير ربحي، فكان كل فرد من القبيلة كيحط واحد المبلغ ديال الفلوس أو كمية من القمح أو شي منتج آخر، فبالتالي اللي كيتعرض شي فرد من القبيلة شي خسارة مثلا مرض ولا تأثر بشي كارثة طبيعية، كيجيو الناس كيعاونوه من دوك الفلوس اللي جمعوا ديجا باش يقدر يعوض ديك الخسارة. لكن مع الوقت والتطور الحاصل هذا التأمين التعاوني ما بقاش كافي في معظم الحالات، بحيث أنه إلا مرض شي حد محتاج شي عملية مكلفة مثلا كتسوى شي 10 المليون كيجي كيلقى يلاه شي 2 المليون اللي مجموعة، فبالتالي الإنسان بدا كيقلب على شي حل لهذا المشكل. وهنا تطور التأمين التعاوني غير ربحي إلى تجاري ربحي اللي كيكون على شكل عقود مع شركات التأمين اللي كنعرفوا دابا. إذا التأمين بشكله الحالي هو عقد يتم بين شخص أو جهة معينة اللي كتسمى المؤمن له وشركة التأمين اللي كتسمى المؤمن، وفيه يقوم المؤمن له بدفع مبلغ معين يسمى قسط التأمين مقابل تلقي حماية مالية اللي هي التعويض من المخاطر المحتملة. يعني انت ولا انت اللي كتسند شي عقد مع شي شركة ديال التأمين كتفقوا انك تبقى تخلص واحد المبلغ غالبا كل عام باش ملي يوقع المشكل اللي ديجا متفقين عليه في العقد ثم غتكلف شركة التأمين باش تعوضك ماليا على الخسائر اللي تعرضتي ليها. فمن خلال هذا التعريف اللي عطينا غتلاحظوا انه التأمين كيشمل 5 العناصر. الحاجة اللي كتجمع لنا هاد العناصر ب5 واللي هي اهم حاجة في الموضوع ديال التأمين هي عقد التأمين. علاش اهم حاجة؟ حيت راه هو اللي كيتضمن كاع الشروط اللي اتفق عليها الشخص مع شركة التأمين، واي اخلال بواحد من هاد الشروط يقدر يفسخ العقد ولا يضيع واحد من الطرفين، وغالبا فراه كيضيع غير المواطن لان شركة التأمين كتكون عارفة شنو كدير. نرجعوا لعقد التأمين اللي بدوره كيتضمن 3 الحوايج. اول حاجة بريم داسيغونس اللي هو قسط التأمين اللي غتبقى تخلص دوريا يعني كل 3 شهور ولا 6 شهور ولا كل عام. ثاني حاجة مونطون داسيغونس اللي هو الماكس ديال الفلوس اللي غتخلص لك شركة التأمين في حالة وقوع الخطر المنصوص عليه اللي هو التعويض. ثالث حاجة هي فرانشيز داسيغونس اللي هو المبلغ اللي كتخلصو انت في كاع الاحوال في كل تعويض على شي حادث. اغلبيه ديال شركات التأمين كيستعملوه في لي كونطرا ديالهم، ولكن كيكون اختياري ماشي اجباري، غير هو في حاله ما خلصتيش فراه قسط التأمين كيكون طالع. باش نشرح اكثر غنعطي مثلا نقولوا ان فرانشيز داسيغونس اللي مسيني عليه انت في الكونطرا هو 1500 درهم، وقع الخطر اللي اتفقتوا عليه والقيمه ديال الخساره اللي تعرضتي لها هي 1000 درهم، فراه هنا ما غتخلص لك شركه التأمين والو. ولكن الا كانت القيمه ديال الخساره مثلا 2000 درهم فراه غتخلص لك غير الفرق اللي هو 500 درهم. هادشي في حال كنتي انت هو المسؤول على الحادثه، اما الا كنتي ضحيه فراه ما كتخلص والو. بالنسبه للانواع نقدروا نصنفوا التأمين من جوج ديال النواحي. من الناحيه الشكليه كنلقاو التأمين تعاضدي بقسط ثابت، فهاد التأمين كيكون غير ربحي كيرتكز على التعاضد بين الاطراف. كاين التأمين التجاري بقسط متغير اللي دوينا عليه قبيله فكيكون ربحي. ومن الناحيه الموضوعيه كنلقاو التأمينات البحريه اللي كتهم السفن والحموله ديالها، غير هو هذا النوع من التأمينات ما داخلش في مدونه التأمينات حسب الماده 2 اللي كتقول لا يتعلق هذا الكتاب الا بالتأمينات البريه ولا تطبق احكامه على التأمينات البحريه ولا على التأمينات النهريه. كنلقاو كذلك التأمينات الجويه اللي كتهم الطائرات والبضائع والاشخاص التي على متنها اللي كتكون منظمه على شكل اتفاقيات دوليه. والنوع الاخير واللي هو اكثر شيوعا هو التأمينات البريه واللي كتشمل التأمين على الامراض والاصابات والبطاله الى اخره. ودابا ندوزو للسؤال اللي بزاف ديال الناس كيسولوه، مادام شركه التأمين كتعوض كاع الخسائر اللي كيتعرضوا ليها الزبناء ديالها وديما كتجي فيها الدقه، فشنو كتربح هي من هذا الشيء كامل؟ ارباح ديال شركه التأمين سيدي راه من غير الاتعاب اللي كديك في كل اشتراك، فراه اولا كتحاول ما امكن تقلل من الخسائر ديالها خلال جوج ديال الحوايج. اول حاجه هي انك انت فاش كدير طلب باش تشارك معاهم راه كيدرسوا الطلب ديالك مزيان، كيعرفوا واش انت خدام لهم ولا لا. مثلا بالنسبه للتأمين على السيارات فراه كياخذوا بزاف ديال العوامل بعين الاعتبار قبل ما يسينيو معاك. من بين هاد العوامل كاين ملف السياقه ديالك، واش كدير كسيل بزاف ولا لا، كذلك معدل الجريمه يعني واش الحي فين ساكن انت واش فيه فوضى، واش كيتسرقوا الطوموبيلات، وايضا كيمشيو معاك بعيد وكيشوفوا حتى المسافه اللي كتقطع يوميا في النهار، لان بالنسبه لهم كل ما زادت المسافه اللي كتقطع كل ما زادت احتماليه انك دير شي كسيده الله يحفظك. وكذلك بالاضافه لبزاف ديال العوامل اخرين كيقدروا يحسبوا القسط اللي غتبقى تخلص، فكل ما كانت العوامل اللي ذكرت طالعه فراه القسط ديال الاشتراك كيكون طالع. وهكذا الشركه كتحمي راسها ما امكن من الخسائر. ثاني حاجه هي ان شركه التأمين حتى هي كدير عقود مع مؤسسات اعاده التأمين باش تامن راسها في حاله وقوع لها خسائر. وثالث حاجه هي ان الاقساط اللي كتاخذ من عند الزبناء ديالها فراه كتستثمر في
فيهم في مجالات اخرى واللي من طبيعه الحال كتكون استثمارات امنه باش ما يتخسروش ليها فلوس. واخا سيدي حنا كمواطنين شكون كيحمينا في حاله هاد الشركات ديال التامين ما داروش اللي عليهم؟ هنا كيجي الدور ديال لاكابس اوتوريتي دو كونترول دي اسيغونس اي دو لا بريفويونس سوسيال اللي هي هيئه مراقبه التامينات والاحتياط الاجتماعي اللي تم التاسيس ديالها في 2016 بموجب القانون رقم 64/12 باش تراقب خصيصا قطاع التامين، يعني كاع الشركات والوسطاء والعمليات اللي كدار في قطاع التامين، وكذلك مراقبه انظمه الاحتياط الاجتماعي. هكذا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه. تابعونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، تقدروا تستافدوا معنا مره اخرى. صراحه بغيتكم تقولوا لي في كومونتير على التجربه ديالكم مع شركه التامين، واش كانت في المستوى ولا لا.